هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا. جموع الشعب المصري حكومة وشعبا، لما أقول شعبا هذا يعني مسلمي ومسيحيي، بيعبروا عن غضبهم الشديد ورفضهم لتلك الإساءات. وبادرت بالفعل الكنائس المصرية سواء الأرثوذكس أو الإنجيلية أو الكاثوليكية بشكبها ورفضها واستنكارها لهذا العمل، وتبرأت منه وانضموا إلى إخوانهم المسلمين في مصر في التعبير عن غضبهم. والنهاردة احنا أثناء الاجتماع علمنا أن هناك بعض الشخصيات الوطنية القبطية قد تقدمت بالفعل ببلاغات ضد ممولي ومعدي هذا الفيلم، والحكومة من جانبها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. كما تطالب أيضا الحكومة الأمريكية باتخاذ موقف حازم من منتجي هذا الفيلم في إطار المواثيق الدولية التي تجرم الأفعال التي من شأنها إثارة الفتن على أساس العرق أو اللون أو الدين. ومع تفهمنا لما يشعر به الشعب المصري بكل طوائفه من مشاعر الغضب، فإننا نناشد شعبنا العظيم صاحب الحضارات العريقة أن يلتزم في تعبيره عن غضبه بضبط النفس التي أوصانا بها ديننا الحنيف، وأن يوجهها في الاتجاه الصحيح، ويعبر عن هذا الغضب بأسلوب حضاري وفي إطار القانون. هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا.